فعلا اللي الاهلي ده هو الوحيد اللي عامل اللي فرق كتير مش عارفه تعمله ولا تعمل ربعه. واحنا بنقولها ان فرقه بيراميدز النهارده سواء اللي في الملعب او اللي على الدكه او اللي خارج القايمه، ولو بعتوا جابوا فرقه على فرقه، يا ابني انت بتلاعب النادي الاهلي. ولما تعرف يعني النادي الاهلي هتفهم انت ما عرفتش تكسب ليه، ولا عرفت تاخد من الاهلي الدوري وقت ما كنت فارق حاجه و20 نقطه واتخذت رايح جاي. واحنا النهارده بنلعبك بنص الفرقه غايبه، وفي الاخر القدر اللي خلاك تتعادل معانا. هتقول لي اصل احنا ناقصين واحد، اقول لك يا حبيبي ما انا متعادل معاك قبل كده وانا كنت ناقص واحد، ببقى ناقص واحد وبكسب متوشه عادي، دي مش مشكلتي يا حبيبي، ده سيناريو ماتش وانت كنت فيه كده. النهارده مستفيد من كوره اتعملت عرضيه رامي ربيعه دخلها في نفسه وضربه جزاء، انت ما لعبتش في الماتش طول الماتش بتدافع. وانا اتبسطت من الريمونتادا اللي عملوها لعيبه النادي الاهلي، اللي هم رجعوا الماتش في بدايه الشوط الثاني في دقيقتين، في الدقيقه حاجه و50. وبجد لازم نشيد باداء اللعيبه ككل، ومش هنشيل امام ولا اي حد. التعادل لا عادي جدا، فرق نقطه والدوري ان شاء الله في الاهلي، والنتيجه دي في صالح الزمالك، وان شاء الله يخسر بكره من الجونه مرتاح ونضحك كالعاده. هو اصلا مش محطوط في الحسبه، بس هو عنده جمهور بسم الله ما شاء الله كلهم علماء فلك، وكلهم شغالين في الفضاء، وكلهم بيفهموا في التحليل وفي التحكيم. يا عم تعبتونا، خليكم مع فريقكم بتاع الدرجه الثانيه اللي انتم بتشجعوه ده. وعندكم ماتش كمان يوم الجمعه مع بيراميدز وهنضحك عليكم كالعاده. احنا مش شايفينكم ولا انتوا محطوطين في الحسبان بالنسبه لنا ولا في المنافسه. واحنا بنقول لو بيراميدز حطت فرقه فوق الفرقه وحطت عليهم الزمالك مش هيعرفوا يقفوا قصاد الاهلي. بس الكلام خلصان، واحنا بنقولها. احنا الفلوس ما تقدرش تنتصر علينا. انتوا ناقص تعملوا ايه تاني يا بيراميدز؟ المفروض تنافسوا في كاس العالم للانديه، بس انتوا فرقه على ما تفرج، مفيش الروح، مفيش الاصرار، مفيش عزيمه. احنا ممكن نلعبكم بالجمهور ونكسبكم عادي جدا. وماتش زي النهارده انا بقول قدر الله ما شاء فعل، طلعنا منه متعادلين فرق نقطه، والقدر هو اللي حكم. ما نقدرش نقول حاجه، مضيع اكتر من كوره، سواء كوره قفشه اللي عمل امام عاشور واحمد الشناوي صدها، سواء ضربه الجزاء وفاسها من ضربه الجزاء، سواء كوره قفشه اللي اتشاطت فاول، سواء اكتر من كوره ضاعت مننا، حسين الشحات لما الشناوي صدها منه. كل الكلام ده وارد يحصل في مطوشه زي كده. بس احنا بنقول احنا استفدنا سواء في جراديشار وسواء في مصطفى العش، وان شاء الله هيقدموا حاجه كويسه، وان شاء الله